السؤال اللولبي اللي اتسال لي 5000 مره، هل اخش حاسبات ولا اخش هندسه؟ بص، اولا كده احنا ما ينفعش نخليها قاعده عامه، وما ينفعش اديك اجابه ثابته للناس كلها، تمام؟ عشان نكون متفقين يعني، لان ده بيعتمد على الشخص اللي هيخش ذات نفسه، مش على مفيش حاجه، مفيش قاعده عامه، مفيش حاجه اسمها مثلا ايه كليه حاسبات احسن ولا كليه هندسه احسن ولا كليه الطب احسن. لا، في حاجه اسمها انت بتفضل ايه، انت بتحب ايه. انا بحب مثلا الرسم الهندسي، بحب الرياضه، بحب الاركتكشر، بحب الميكانيكا، بحب الالكترونيكس، بحب كل الكلام ده، بحب الروبوتات. بس خلاص خش هندسه يا باشا. طيب انا بحب الالعاب، بحب التطبيقات، بحب الويب، بحب الاي اي، بحب السايبر سيكيورتي، عاوز ابقى هاكر الغلابه، الكلام ده كله. بس خش حاسبات، الموضوع بسيط. طيب انا دلوقتي ما اعرفش انا بحب ايه، انا اصلا ما عنديش ميول لحاجه ولا بحب حاجه، انا لسه ما اعرفش اي حاجه. طيب خلاص، ما تعرفش اي حاجه، خش ابحث، وبعد ما هتبحث هتعرف، وبعد ما هتعرف هتقابلك حاجه بتحبها وحاجه ما بتحبهاش، فبالتالي هتقرر هل هندسه احسن ولا حاسبات احسن. فانت في النهايه اللي هتقرر، انما ما تقررش على عمياني ولا تخلي حد يقرر لك هل الكليه دي احسن ولا الكليه دي احسن، لان في النهايه دي اراء شخصيه. طيب حاسبات احسن ولا هندسه قسم نظم وحاسبات ومعلومات؟ ما هو الاثنين برمجه. بص انا ما بحبش افتي، فانا ما دخلتش كليه هندسه قسم نظم وحاسبات علشان اقول لك هل تخشها ولا لا، ولكن انا هقول لك انا ليه جبت هندسه وما دخلتش هندسه. انا بصيت ليها من ناحيه الوقت والتخصص. يعني انا كليه حاسبات انا عاوز مثلا اخش مجال البرمجه، كليه حاسبات متخصصه في مجال البرمجه، ولكن هندسه مش متخصصه في مجال البرمجه. يا ابني طب ما القسم متخصص. يا عمي ماشي، انا بقول لك انا وجهه نظري كانت عامله ازاي. انا يا عمي دماغي ساعتها كانت جايبين على كده. طيب هندسه 5 سنين ولكن حاسبات 4 سنين، طيب يبقى انا اخش حاسبات. ما جاتش بقى معايا بقى فكره ايه اللي هو طب ده احسن ولا ده احسن، لا انا بس يعني فكرت بطريقه بسيطه خالص، ده 4 سنين وده 5 سنين وانا عاوز اوفر وقت، وكده كده الحاجات دي بتعتمد على الشهاده وبتعتمد على الكورسات ومجهودك الذاتي. طيب انا ليه بقى اخش هندسه 5 سنين الا اذا انا كنت بحب هندسه وتخصصات تانية في هندسه؟ طبعا ممكن يكون قسم نظم احسن من حاسبات، انا ما اعرفش، انت هتبحث وهتعرف. طبعا انا هسيب لك لينكات في التعليقات ممكن تبص عليها، فيها اقسام هندسه، كان واحد صاحبي من هندسه بعتها لي ربنا يجزيه خير طبعا. ممكن تبص عليها وهتلاقي فيها شويه تفاصيل حلوين يعني. وطبعا برضو مش هنسى كليه حاسبات، في واحد صاحبي عامل بيج بينزل عليها كل فتره حاجات خاصه بالكليه بتاعتنا، عن الاقسام بقى، وعن بينزل ماتيريال معينه، ملخصات، اخبار، مش عارف ايه. فانا هحط لك اللينك بتاعها في الديسكربشن او في التعليقات. نيجي بقى للوصيه. بص، وصيتي ليك ان انت ما تعيش حياه حد، والوصيه دي لاولياء الامور اكتر، ما تحققوش احلامكم في ولادكم الا اذا هو راضي وهو مقتنع بالفكره. يعني مثلا انا عاوز ابني يطلع دكتور، تمام، وهو ما عندوش ميول للطب، فهو دلوقتي ماشي بمنطق ان انا ارضي ابويا وامي، تمام، ارضيهم بايه؟ بان انا ابقى دكتور. المشكله دلوقتي انا طبعا بتكلم على اصلا الناس انا شايفهم بعيني، ناس دكاتره معايا في الجامعه، دكاتره انا شايفهم بعيني. هو دخل الكليه، الناس قالت له دكتور، بس خلاص هو كده حقق هدفه، هو كده رضى ابوه وامه، هو ما بيحبش المجال. فهتلاقيه بقى ماشي في المجال نفسيته تعبانه، ومثلا مش عاجبه الجو، مش مستعد ان هو يبذل مجهود، ولا مستعد ان هو يضيع الوقت ده كله في الكليه. الموضوع بالنسبه له هيبقى مرهق، انتوا مش هتحسوا بالحاجه زي دي، هو يجي بقى يضحك في وشكم مش عارف ايه، وانا دكتور والدكتور راح والدكتور جه وانا نجحت ومش عارف ايه، حتى لو جاب درجات عاليه هو مش راضي. فانت ليه تجبر ابنك على حاجه زي كده؟ ما تجبرش ابنك او بنتك على انها تخش كليه معينه. يا عم حتى لو جاب 95 وعاوز يخش كليه قليله، مش مشكله، هو هيبقى التوب فيها. احنا عندنا هنا السباكين في البلد، طبعا مع احترامي للسباكين ما نقدرش نعيش من غيرهم، عندنا السباكين بالبلد بنجيبهم بواسطه، يعني مفيش مثلا غير سباكين او 3 في البلد، والله العظيم بنجيبهم بواسطه. اهو ده ما بيقعدش، ما شاء الله ما بيقعدش، شغال على طول، ربنا يبارك له. ده ممكن يكون احسن من اجدعها مهندس واجدعها دكتور مش شغال بشهادته، معاه الشهاده شكل. فلازم نوسع مداركنا شويه في الحته دي، ما احصرش النجاح في انك تبقى دكتور او تبقى مهندس. يا سيدي انا بحب الطب دي حاجه مشرفه، وانا كنت اتمنى ان انا ابقى طبيب، ولكن طبعا ده مش شغفي. الطب انك تساعد الناس وتقدم رساله في المجتمع، والطبيب ده شخصيه ركيزه في المجتمع. لو ابنك بيحب الطب دخله طب، ما بيحبش طب خلاص ما تدخلوش. والحب هنا مش معنى ان انا مثلا ايه
ما بتكلمش الحب ان انا بعمله من غير مجهود، او ان انا بعمله مثلا ايه وانا مبسوط. مفيش حد بيعمل حاجه وهو مبسوط. مفيش اي شغل في الدنيا ولا اي مذاكره في الدنيا انت هتعملها وانت مبسوط، انسى الحته دي خالص. ولكن الفكره، هل انت متقبل ان انت تضيع وقتك علشان خاطر الطب؟ انا كادهم مش مستعد ان انا اضيع من عمري 8 سنين علشان بس ادرس في كليه الطب. ابدا حياتي مثلا عندي 35 سنه؟ لا، انا مش ما عنديش الفكره دي بصراحه. فحتى ده انا بقول لك، ده انا ما دخلتش هندسه عشان هندسه عشان 5 سنين، انا دخلت حاسبات عشان الخص السنه دي. فما بالك بقى ان انا دخلت طب، قعدت 7 سنين ولا قعدت 8 سنين ولا الكلام ده كله، السنه الامتياز بقى وعلى ما تفتح عياده والكلام ده كله. لا يا عم، انا كادهم لا، مش عاوز كده. فهي بتبقى اراء، ما تلزمش ابنك بحاجه معينه ارجوك. ولو انت طالب بتعاني من حاجه زي دي، يعني مش عاوز احرضك على ابوك وامك، ولكن خلينا نتكلم مع الاب والام علشان نبقى في الامان. يعني انا برضو كنت على فكره، انا كنت عاوز اخش كليه دعويه. انا كنت عاوز اخش كليه لغات وترجمه، قسم دراسات اسلاميه، وبدعيه في الخارج، ادعو بقى الناس للاسلام وكلام من ده. فبسبب ان انا مجموعي كان عالي، والكليه كانت جايبه تقريبا باين من 82 او حاجه زي كده، كان او 79 في الحدود دي كده يعني. قالوا لي لا، رفعوا عليا السكاكين، وهم بقى كلمت دكاتره اساتذه البلد كلهم، وشوف يا فلان ابني مش عارف جايب مجموع كام وعاوز يخش كليه ايه ففي الاخر طبعا انا عمري في حياتي، مع عمري ما كنت اتجبر لهم غير فكره واحده جت في دماغي، ربنا يعني ايه الهمني بيها كده، والناس قالتها لي والاساتذه قالوها لي والحمد لله يعني الدنيا مشت. قالوا لي طب انت ليه ما تكونش داعي في مجالك، تبقى مهندس او مبرمج ايا يكن، انا مش عاوز تقبل مهندس، وفي نفس الوقت تبقى داعي. فخلاص قلت ليه لا، كده كده الناس بتسمع للشخص الناجح دنيويا اكتر من الشيخ او الشخص اللي هو الناجح دينيا. فخلاص اخش كليه حاسبات وابقى داعي في مجالي. حققت هدفي برضه، في نفس الوقت ما عرضتش ابويا وامي. فلو انت تعرف تعمل حاجه زي دي خلاص اعملها، ما مش هتعرف بقى يعني ايه، ربنا يتولاك بقى هنعمل ايه. فانا دلوقتي بكلم اولياء الامور بعد اذن حضراتكم، محدش خلاص، عايز اقعد الكلام بقى تاني مره واثنين وثلاثه. سلام.